طبعا في دكاترة كتير وناس كمان مش دكاترة ومش في المجال الطبي اصلا بيطلعوا يتكلموا يقول لك ما تاكلش فاكهة، الفاكهة فيها سكر وبترفع مستوى السكر وبتعمل مقاومة انسولين والفركتوز. يا جماعة الموضوع مش كده خالص، الفاكهة فيها سكر الفركتوز، لكن الفاكهة برضو فيها فايبر وفيها فيتامينات وفيها معادن، فده غير السكر الابيض. السكر الابيض اللي هو السكروز غير الفركتوز، دي رقم واحد. رقم اتنين، لما بتاكل سكر ابيض ده ملوش اي قيمه، ده بيعمل مشاكل صحيه وبيعمل التهابات وبيعمل مشاكل في القلب ومشاكل في الاوعيه الدمويه ومشاكل في مقاومه الانسولين. لكن السكر اللي بيخش عن طريق الفاكهه ده موضوع تاني خالص، بيمتص ببطء، بيهضم بطريقة مختلفة، وتأثيره على مستويات السكر في الدم برضو مختلف عن السكر الأبيض. هيجي حد طبعا ويقول لي إن في حاجة اسمها الجلايسيميك اندكس أو المؤشر الجلايسيمي، اللي هو فيه فواكه بترفع السكر أسرع أو أكتر من فواكه أخرى. يقول لك مثلا المانجا والبطيخ الجلايسيميك اندكس بتاعهم عالي فهيرفعوا المستويات. مظبوط، أكيد طبعا في تفاوت ما بين نوع فاكهة لفاكهة، لكن كلمة السر هنا واللي هتلاقوني بستخدمها في الفيديو ده مرارا وتكرارا هي الاعتدال.